الحمد لله عالسلامة، اشتقنا ليكم ياما. الحمد لله عالسلامة، اشتقنا ليكم ياما. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. الصحبة دي وحشانا والفرحة مش سيعانا. يا مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. وحشتوني 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 بجد، وحشتوني والله. معلش بدأت لكم المقطع ده بس عشان بس تعرفوا انا بحبكم قد ايه. بصوا يا جماعه، انا النهارده راح اعيد عند اختي ففاجأتني بحاجه زي كده والله. المهم قالت لي احنا ما سبتنيش، يعني قالت لي لازم تتغدي معايا، وولادي بيحبوا، ولاد اختي بيحبوا الكفته من ايدي قوي قوي قوي. المهم رحت لقيتها حاطه لي اللحمه المفرومه وقالت لي لازم تعملي لنا كفته. الكفته دي بتبقى ايه لها، ممكن تتاكل بعيش، ممكن تتاكل جنبها مكرونه، ممكن تتاكل جنبها رز، زي ما انت حابه. كيلو اللحمه انا حطيت بصلايه عليه، بصلايه مبشوره، وخدت الميه هحتاجها برضو. نعامل البصلايه بتاعتك قوي بحيث ان ايه ما تبانش في اللحمه. تمام لحد كده وتمام. حطيتي ايه هنا يا سحر؟ حطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت رشه بهارات خفيفه، ورشه فلفل اسمر، ومعلقه بهارات من خلطه الكفته. وحطيت ايه شويه بقدونس كده بشبت بس ما تكتريش، وبابريكا. وحطيت معلقه بيكنج باودر صغيره، وحطيت ايه معلقه نشا. لحد كده وتمام. عايزاكي بقى تدعكيها كويس قوي قوي لحد ما تطلع الخيوط الانسجه بتاعتها كده، تبصي ايه يعني تاخد وتدي زي ما بيقولوا. وهنا حطيت الميه بقى، الميه بتاعت البصل احنا محتاجينها في ايه يا سحر؟ احنا هنبسطن بيها الكفته، هنبسطن بيها ايه الكفته. لحد كده وتمام، لحد كده وايه وتمام. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويفعل الجرس ليا عشان يوصلوا كل جديد. بحبكم في الله يا احلى متابعين واحلى ناس على راسي من فوق. وحشتوني بجد بجد والله، وحشتوني. المهم انا النهارده مش بصور في في المطبخ، انا بصور عند اختي ان شاء الله. ناس كتير دخلت لي على الخاص وبتقولي ليه يا سحر ما بتصوريش وما بتنزليش فيديوهات؟ يا جماعه انا والله العظيم انا مستنيه بس اختي تنقل في بيتها ان شاء الله باذن الله، وهاخد الشقه وهكتب العقد بتاعها ان شاء الله، وهيبقى في مطبخ جديد خالص بحاجه تانية مختلفه. عشان بحيث ان انا هيبقى في اوردرات عروسه، وفي عشاء عروسه، وفي عزومات. اي حد عايز عزومه يعمل عزومه ممكن نقوم بيها. وفي ان شاء الله باذن الله هتبقى معايا حد شريك معايا، كل حاجه هتتصور وكل حاجه هتبقى متاحه. اللي هيعوز حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله باذن الله باذن الله. بس محتاجه منكم دعواتكم، محتاجه منكم كومنت حلو يفرح قلبي، ودعوه حلوه لطلاب الثانويه العامه، لكل اللي في الطلاب الثانويه العامه، ومن اولهم بنتي. ربنا يا رب ينجحك يا بنتي بحق جهنم. المهم انا خلصت كده. ايه رايكم؟ بصوا حاجه كده، الكفته دي ممكن تطلعيها، مش شرط ان تبقى في الفرن، ممكن تشويها او ممكن تحطيها في الفرن وتحطي فحمايه في قلب الكفته على ورقه فويل وضغطيها كويس اكني شوياها على الفحم.